أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ طالب العلم كيف يرتقي؟ كيف يصل إلى مرتبة إلهية معنوية؟ وجناته، حركاته، صولاته تعطي نورانية بالمجتمع. لما المجتمع يتوجه إليه ينجذب. إذا تريد أن تصل إلى هذه المرتبة لابد أن تراعي بعض الأمور. من جملة تلك الأمور التواضع، الانكسار. أمير المؤمنين روحي له الفداء يقول: من أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه. أمير المؤمنين يقول: إذا رأيت شخص متمكن وتواضعت لماله وقدرته وثروته ثلث من إيمانك طار. التواضع لابد أن يكون لله. يعني طالب العلم أنت مدة من الزمن خضعت لله، بدأت الدروس لخدمة الدين، ولكن في آن واحد خضعت لشخص لأجل دنياك، لأن هذا الشخص عنده مال، عنده قدرة، ذهب ثلث إيمانك، ذهب ثلث تعبك. الإنسان لابد أن يفكر بعمله، بفعله، بحركته. أي حركة تجره إلى السقوط يبتعد عنه، لا يقترب إلى هذه الحركة. من جملة تلك الحركات التي تسقطك ويذهب تعبك هباء منثورا أن تخضع لشخص لأجل الدنيا. واحد عنده فلوس، عنده ثروة، عنده مقام، تقول خلنا نستفيد، تشوفه مكان تخضع عليه، ثلثة من دينك راح. هذا أمير المؤمنين. اسمع روحي له الفداء شي يقول: من أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلث دينه. التواضع نعمة لا يحسد عليها. إمام حسن العسكري يقول: التواضع نعمة. التواضع نعمة. إذا عند واحد هذه النعمة لا تحسده، اسعى أن تخضع أمام الله. أكو بعض الخضوع احتراما للشخص، هذا لا بأس به. فقير يحس ذلة، أنت الذي عندك مرتبة تخضع أمامه لأنه فقير، لله تخضع، مو لأجل الثروة لأن ثروة ما عنده، مو لأجل المقام لأنه مقام ما عنده، لله تخضع أمام هذا الفقير. الله يرفعك، الله يعطيك مرتبة عالية، تشوف مرجع تقليد، تشوف شخصية بارزة في خدمة الدين تخضع أمامه. لما يسألون عنك لماذا خضعت، يقول: ما تشوف هذا يخدم الدين، ما تشوف يحامي عن الدين، ما تشوف أنه يذكر أهل البيت، ما تشوف كيف يبكي في مصائب أهل البيت. هذا كله لله، هذا التواضع لله، له أجر. مو واحد عنده فلوس، عنده قدرة، عنده مال، تروح تخضع أمامه حتى بعدين يعطيك فد شيء. احذر، هذا الشيطان الذي جاء أمامك، هذا يجرك إلى الهلاك. من اقتصد أغناه الله، ومن تواضع رفعه الله. شوف رسول الأعظم شي يقول: من تواضع رفعه الله. إمام الصادق
يشير إلى نكتة مهمة: ثلاثة تورث المحبة. الناس ينجذبون إليك. بالنهاية إذا تريد أنت تبلغ الدين لابد أولا أن تجذب الناس. جذب الناس بتواضعك، بكلامك، بخشوعك، باحترامك للناس. شوف إمام الصادق روحي له الفداء شو يقول؟ يقول ثلاثة تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. احنا الآن كلامنا تواضع. تريد تجذب محبة الناس؟ كون متواضع. مو متواضع أمام واحد متكبر، واحد عنده ثروة، عنده مال. لا، لابد أن يكون التواضع لله، يكون نفس الله فيه. هذا التواضع الله يرفعك، يعطيك مقام عالي، يعزك. إمام الهادي روحي له الفداء يقول: التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه. شايف البعض مع الأسف لما يريد يتكلم بشكل غير لائق، هذا الشخص الذي تريد تنصحه لابد أن تتكلم بطريقة الذي تجذبه. بالتواضع تقدر أن تجذب الشخص. الناس يخطئون، ولكن تشوف شخص مؤمن يخطأ، أنت إذا تواضعت أمامه لدينه لتقواه ونصحته حتى يقبل إيدك، يتشكر منك، ودائما يراك بمحبة ومودة. هذا قاعدة الدنيا. الأشخاص ينظرون إلى طريقة الكلام، إلى التواضع، إلى المحبة، إلى المودة. طالب العلم واجب عليه التواضع، واجب عليه أن يكسر نفسه أمام الناس. الناس بالنهاية أمانة على عنقنا. نحن قبلنا هذا الطريق حتى ننصح الناس، نعرف الدين إليهم، نقربهم لسعادة البشرية، وهذا يتحقق مع التواضع. وإلا الإنسان المتكبر منو يتقرب إليه؟ منو يسأل منه سؤال؟ إمام الصادق يقول: إن من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه. وبالنهاية خصلة مهمة، صفة مهمة، لا بد لكل طالب علم أن يهتم بهذه الخصلة الإلهية. الشيطان ما يخليه، أنت قف أمام الشيطان، اخضع حتى يبتعد عنك. طالب العلم أحد الصفات التي لا بد أن يراعيها دائما ليرتفع إلى مقامات العليا هو التواضع. ونستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.